مساء الخير أو صباح الخير. ما هو الزمن هنا سايح في بعضه. كل الكوابيس بتبدأ بحلم جميل، حلم بسيط عن عالم أفضل فيه مساواة وعدل وحرية. وأنا قضيت حياتي كلها بوريكم إزاي أجمل الأحلام دي ممكن تتحول لأبشع كابوس لو غفلتوا اللحظة. أنا جورج أورويل، ودي مش مجرد حكاية هتسمعوها في برنامج بوك بايتس بالعربي. ده تحذير. يمكن تكونوا مستنيين إني أتكلم عن 1984 على طول، بس عشان تفهموا أي كتاب ليا لازم تفهموا اللي وراه. حكايتي أنا مش مجرد اسم على غلاف. أنا راجل اسمه الحقيقي إريك بلير، شاف بعينه يعني إيه سلطة مطلقة في المستعمرات، وده يعني إيه تبقى متشرد وفقير في شوارع أوروبا، والأهم شفت إزاي الثورات العظيمة بتتسرق بالخيانة والكذب في أسبانيا. كل التجارب دي هي اللي نزلت في كل كلمة كتبتها، هي اللي خلتني أكتب مزرعة الحيوان، حكاية عن ثورة بتتسرق لما الخنازير مسكوا الحكم وغيروا كل القوانين لجملة واحدة مرعبة: كل الحيوانات متساوية، بس في حيوانات متساوية أكتر من التانيين. ومن هنا كان لازم أسأل نفسي، طب إيه هو آخر الكابوس ده؟ الإجابة كانت رواية 1984. العالم اللي السلطة فيه مش بس بتسجن جسمك، دي بتتحكم في تاريخك وفي لغتك وفي الأفكار اللي جوه مخك. وصلت كده؟ كتبي مش كل واحد في وادي، لأ، حياتي ورواياتي كلهم حلقة واحدة، كلهم صرخة تحذير واحدة. أنا شفت الوش الحقيقي للسلطة، وكل اللي عملته إني رسمته لكم على الورق. الرسالة في الآخر بسيطة: فتحوا عينيكم، اسألوا، شككوا. عقلكم اللي بينقد وبيفكر هو سلاحكم الوحيد اللي فاضل، إياكم تتخلوا عنه. شكل صوتي كده بدأ يروح، والإرسال ده وقته خلص. قالوا لي إن البرنامج ده اسمه بوك بايتس بالعربي، فنصيحتي ما تخلوهاش مجرد بايتس سريعة وتعدي، خلوا الأفكار دي تقلقكم وتخليكم تسألوا على طول. سلام.